في إطار حملتنا المستمرة 365 يوم سلامة، واللي هدفها دايما إننا نحافظ على سلامتك ونزود وعيك الصحي. هنكمل مع بعض الأسبوع الثامن، والمحور بتاعنا النهاردة هيتكلم عن الغذاء الآمن. الأكل اللي بيتقدم لك أثناء إقامتك في المستشفى مش مجرد وجبة عادية، ده طعام صحي ومغذي اتعمل مخصوص علشان يدعم علاجك ويقوي جهازك المناعي، وكمان يساعدك إنك تتعافى بشكل أسرع. أول حاجة، اشرب كمية كافية من المياه، إلا لو طبيبك قال غير كده. المياه بتساعدك على ترطيب الجسم وتنشط الدورة الدموية، وكمان بتساعد جسمك انه يتخلص من السموم. تاني حاجة، ما تتناولش اي اكل او مشروب من خارج المستشفى الا بعد ما تسأل طبيبك او الممرض، علشان بعض الاطعمة ممكن تتعارض مع علاجك او ما تكونش مناسبة لحالتك الصحية. تالت حاجة، لازم تلتزم بالتعليمات الغذائية اللي بيحددها لك الفريق الطبي. لو تم توجيهك انك تتجنب نوع معين من الطعام زي تقليل الملح او السكر او الدهون، يبقى لازم وضروري تلتزم بالتعليمات دي. رابع حاجة، لو عندك دواء لازم يتاخد مع الأكل أو قبل الأكل أو بعده، لازم تلتزم بالوقت المحدد علشان الدواء يشتغل بكفاءة ويحقق أفضل نتيجة. خامس حاجة، لو عندك حساسية من أي نوع من الأطعمة لازم تبلغ الفريق الطبي في الحال. المعلومة دي مهمة جدا علشان نحافظ على سلامتك ونقدم لك الرعاية المناسبة. ودايما خليك فاكر ان الغذاء جزء اساسي من العلاج. 365 يوم سلامة، اسأل، شارك، وتأكد علشان سلامتك تفضل دايما في امان. وبس كده، سلام.